اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم جديد وفيديو جديد. هعمل النهاردة أحلى وأجمل كنافة بالقشطة ممكن تاكلوها. جميلة جدا وسهلة ومتاخدش أي وقت خالص ومن غير فرن. شايفين النتيجة؟ جميلة جدا، ما تفرقهاش أبدا عن اللي في الفرن. يلا مع بعض نشوف الوصفة الحلوة دي هنعملها ازاي. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اول حاجه هعملها شربات الكنافه. معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه من الميه، ونروح نرفعهم على البوتاجاز. خلاص كده الشربات بيغلي، نحط عصير ليمون ونسيبه لحد ما يتقل معايا، وبعدين نحط رشه من الفانيليا ونطفي على النار. بعد كده هعمل القشطه. معايا 3 كوبايات من اللبن، عليهم 4 معالق من النشا، ونحط معلقه من السكر البودر، لو مش عايزين ما تحطوش، اختياري. معلقه واحده. هحط معلقه كبيره من القشطه، وابتدي اقلب الحاجات دي كلها. مش ما بيصدق يقفش. خلاص كده هحطها على النار لحد ما يديني القوام اللي انا عايزاه. خلاص النشا داب خلاص. تبتدي بقى احرك فيه كده، هو اول ما هيغلي يبتدي يتقل معايا ويبقى تمام التمام. ابتدى يتقل، دينا فيه ما نسيبوش عشان ما يكلكعش. لما الكتل كده شكلها مش ظريف يبوظ مني. وكده القشطه جاهزه. شايفين جميله جدا، تقلت زي الفل. كده القشطه جاهزه. بعد كده هجيب الكنافه واقطعها بالشكل ده. بسم الله. احاول اشوف سكينه مشرشره.
الدنيا زي ما انتم شايفين. هنعمل كل ده دلوقتي. تجيبيها مجمده كده وتشتغلي فيها براحتك. بعد كده هحمر الكنافه. هجيب الزبده واسيحها بالشكل ده، وابتدي انزل بالكنافه حبه حبه. ايدينا فيها ما نسيبهاش عشان ما تتحرقش مننا. شايفين شكلها جميله جدا، واخده اللون الذهبي. هبتدي اخد الشربات وابتدي اقلب بالشكل ده. بعد كده هجيب القشطه الجميله قوي قوي دي، وابتدي افردها على الكنافه. اهم حاجه ما توصلش للاطراف، خطيره. بعد كده هبتدي اجيب باقي الكنافه، وبعد كده اوزع بشويش كده، افردها بالشكل الجميل ده. شايفين الجمال؟ سهله وبسيطه. وده شكلها خلاص كده. شايفين؟ في منتهى الجمال، جميله جدا والطعم خطير.